استقل وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد أيت الطالب بإقليم دريوش، وذلك في زيارة رسمية هي الثانية في أقل من سنة ونصف، حيث رافقه عدد من المسؤولين المركزيين والجهويين. وخلال ذات الزيارة قام ذات المسؤول الحكومي بزيارة ميدانية تفقدية للمستشفى الإقليمي للدريوش، الذي كان قد أشرف على افتتاحه شخصيا مطلع السنة الماضية، وتحديداً بين تاريخ 28 يناير 2022. ووقف وزير الصحة والحماية الاجتماعية على مختلف الخدمات المقدمة بالمستشفى الإقليمي للدريوش، حيث اشتكى له عدد من المرضى والمرتفقين غياب العديد من الخدمات، خصوصاً بجناح الفحص بالأشعة، والذي لا يتوفر على الطبيبة المختصة التي انتقلت منذ أزيد من 5 أشهر. وأثناء استماعه لمطالب المرضى والمرتفقين، تعهد وزير الصحة البروفيسور خالد أيت الطالب بمعالجة الإكراهات والمشاكل التي يتخبط فيها المستشفى الإقليمي، خاصة على مستوى الموارد البشرية. ونتيجة لهذه الشكاوى التي سمعها الوزير من لدن المواطنين والمرضى المتضررين، فقد عرض الوزير المسؤولين عن هذا المستشفى للتوبيخ والتهديد بالطرد في حالة ما استمرت الفوضى في طريقة تسيير هذا المستشفى.